في أماكن المفروض البشر ما يدخلوهاش، أماكن لو سمعت اسمها بالليل تعمل نفسك ما سمعتش. القصة اللي هقولها دلوقتي مش عن بيت مسكون ولا شبح بيظهر ويختفي، دي عن حاجة أقدم وأوسخ، حاجة بتفضل مستخبية سنين مستنية حد يفتح الباب بس. لو لقيت نفسك صاحي الساعة 3 الفجر بعد ما تسمع القصة ومتأكد ان في صوت جاي من تحت السرير، فما تبصش. انا بلاك سيجنال، واللي هتسمعه الليلة محدش خرج منه سليم. في 2011 كان في شقة في آخر شارع ضلمة في منطقة في القاهرة. الشقة دي محدش كان بيقعد فيها أكتر من أسبوع. الناس قالت مسكونة، البعض قال جريمة قتل، بس الحقيقة كانت أسوأ. محمود كان شاب غلبان، اشتغل حارس عقار واضطر يسكن فيها عشان الإيجار رخيص. أول ليلة كل حاجة كانت طبيعية. تاني ليلة صحي الساعة 3:15 الفجر على صوت خبط جاي من الدولاب، خبط بطيء. قرب وهو متوتر وسأل مين. الخبط وقف، فتح الباب، مفيش حاجة، بس لاحظ حاجة غريبة، هدومه كلها متعلقة بالمقلوب. قفل الدولاب وهو مرعوب وقرر ينام، لكن قبل ما يغمض عينيه سمع صوت ست بتضحك من تحت السرير. اتجمد مكانه، الضحكة كانت قريبة جدا كأن الست لازقة فيه. وبعدين الصوت قال بهمس بص تحت. محمود جري ناحية الباب بسرعة، لكن الباب كان مقفول، مش مقفول بالمفتاح، كان حد من الناحية التانية ماسكه. وفجأة بدأ يسمع صوت جري في الصالة، طفل بيجري ويرجع ويجري تاني. وبعدين صوت خناقة كبيرة، راجل بيصرخ، ست بتعيط، وصوت سكينة بتتغرز مرة واتنين وتلاتة. وفجأة كل حاجة سكتت. محمود كان بيترعش، طلع موبايله يرن على البوليس، لكن لقى صورة مفتوحة لوحدها، صورة متصورة جوه أوضته وهو نايم، بس الصورة كانت من تحت السرير. وقبل ما يستوعب حس نفس سخن ورا رقبته، وصوت طفلة صغيرة بتقول احنا تحتك من أول يوم. تاني يوم الصبح البواب طلع يطمن عليه، لقى الشقة فاضية، بس الغريب كان في أثر ضوافر طويلة تحت السرير وكلمة مكتوبة بالدم على الحيطة لسه واحد ناقص. البواب نزل يجري وهو بيصرخ. البوليس جه فتش الشقة كلها، مفيش أي أثر لمحمود، لا دم ولا تكسير ولا حتى موبايل. بس في حاجة خلت الضابط يطلب يقفلوا الشقة فورا. تحت السرير لقوا صور كتير، كل صورة لشخص مختلف نايم في نفس الأوضة، وكل صورة متصورة من نفس المكان، من تحت السرير. وفي آخر صورة كان محمود، بس الصورة دي كانت مختلفة، لأن محمود كان صاحي وبيبص مباشرة للكاميرا ووشه مليان رعب. الضابط حس بقشعريرة في جسمه وقرر ياخد الصور مع الاسم، لكن وهو خارج سمع صوت خبط جاي من جوه الدولاب. الضابط فتح الدولاب بعصبية، مفيش حاجة، لكن في أرضية الدولاب كان في باب خشب صغير جدا، زي باب بيؤدي لسرداب. واحد من العساكر قال بخوف الباب ده ما كانش هنا من شوية. فتحوا، ريحة عفن طلعت بقوة، والسلم كان نازل لتحت، عميق جدا، أعمق من أساسات العمارة نفسها. العسكري نزل الأول بالكشاف، ثانية واتنين، وفجأة صرخ صرخة خلت كل اللي فوق يتجمد مكانه. الضابط نزل بسرعة، ولما نور الكشاف اتحرك شاف عشرات الأشخاص قاعدين جنب الحيطان ساكتين، عيونهم مفتوحة، كلهم ميتين لكن أجسامهم سليمة، كأنهم ماتوا من الرعب. وفي آخر السرداب كانت في طفلة صغيرة قاعدة مقرفصة ظهرها ليهم. الضابط قال مين انتي؟ الطفلة ردت بصوت هادي جدا وقالت أنا مش الصغيرة. وببطء بدأت تلف وشها، لكن قبل ما وشها يبان كل الكشافات طفت، واتسمع صوت جري سريع جدا حوالين الرجالة. العساكر بدأوا يصرخوا
واحد منهم طلع يجري على السلم، لكن رجع واقع لتحت وهو بيعيط وبيقول الباب اتقفل، الباب اختفى. الضلمة كانت كاملة، وفجأة بدأ صوت الطفل يطلع من كل مكان وبيقول دلوقتي بقى واحد ناقص كمان. الضابط حاول يثبت نفسه، لكن ايده كانت بتترعش وهو ماسك السلاح. الضلمة خانقة وصوت أنفاس العساكر مالي المكان، وفجأة نور الكشاف اشتغل لوحده. لكن النور ما كانش على السرداب، كان على الحيطة وعليها صور جديدة. الصور دي ما كانتش موجودة من ثواني. الضابط قرب ببطء ووشه اصفر أول ما شافهم. كانت صورهم هم، العساكر والضباط، متصورين من بعيد وهم واقفين دلوقتي في نفس المكان. يعني في حد كان معاهم في الضلمة. واحد من العساكر بدأ يصرخ فجأة وقال وراك. الضابط لف بسرعة، ملقاش غير الطفلة واقفة قريب جدا منه، قريب لدرجة انه حس نفسها البارد على وشه. لكن المرة دي وشها كان واضح بالكامل، وش طفلة صغيرة محروق كله، وعينيها سودة واسعة بشكل مرعب. وقالت بابتسامة انت شفتنا يبقى هتفضل معانا. الضابط ضرب نار فورا، طلقة واتنين وتلاتة، لكن كل طلقة كانت تعدي من جسمها كأنها دخان. وفجأة العسكري اللي وراه بدأ يضحك ضحك هستيري، الكل بصله بخوف. وفجأة قطع ضحكه وقال بصوت مش صوته هي اختارت. وبمنتهى العنف خبط دماغه في الحيطة مرة واتنين وتلاتة لحد ما وشه بقى كتلة دم. العساكر جريوا في الضلمة يصرخوا، والكشافات بدأت تطفي واحدة واحدة. آخر كشاف فضل شغال كان مع الضابط، وهو بيجري لمح حاجة خلت قلبه يقف. كل الجثث اللي كانت مرمية جنب الحيطان بدأت تفتح عيونها وتقوم ببطء. أجساد متيبسة ورقاب مكسورة لكنهم بيتحركوا، وكلهم بيبصوا عليه. وفجأة سمع صوت محمود واضح جدا ساعدني أنا هنا. الضابط جري ناحية الصوت وسط الضلمة لحد ما وصل لباب حديد قديم. فتح الباب بسرعة ولقى أوضة صغيرة جدا، وفي نص الأوضة كان محمود مربوط في كرسي، عينيه مفتوحة لكن جسمه متعفن كأنه ميت من شهور. ورغم كده شاف رقبته بتتحرك ببطء، ومحمود ابتسم وقال متأخر أوي يا حضرة الضابط. الضابط رجع لورا وهو مصدوم، عقله مش قادر يستوعب اللي شايفه. محمود كان ميت، ريحة التعفن طالعة منه وجلده واقع من وشه، لكن عينيه كانت بتتحرك. وفجأة الكرسي بدأ يتهز لوحده، ومحمود ضحك ضحكة مخنوقة طالعة من زور مقطوع، وقال بصوت متقطع هي جعانة. وفي نفس اللحظة الباب الحديد اتقفل بعنف. الضابط جري عليه يخبط ويصرخ لكن مفيش فايدة. وفجأة بدأ يسمع صوت زحف بطيء جاي من وراه. لف بالكشاف ولقى الطفلة بتزحف على الأرض بسرعة مرعبة، جسمها بيتكسر ويتلوي وهي جاية عليه. الضابط ضرب نار بجنون، لكن الطلقات كانت تدخل جسمها وتطلع منه كأنها في الهوا. وفجأة اختفت تماما. ثانية صمت، وبعدين حس بإيد صغيرة ماسكة رجله. بص تحت، الطفلة كانت تحته مباشرة، وابتسامتها واسعة بشكل مستحيل. صرخ وحاول يبعد لكنها قالت بص فوق. رفع عينه ببطء واتجمد. السقف كله كان مليان ناس ملزوقين فيه، رجالة ستات أطفال، أجسادهم مكسورة ورقابهم مقلوبة وعينيهم مفتوحة عليه، وكلهم بيهمسوا بنفس الجملة خليك معانا. الضابط انهار، بدأ يضرب في الحيطان ويصرخ لحد ما لمح باب صغير في آخر الأوضة. جري عليه بكل قوته وفتحه، وفجأة لقى نفسه واقف في الشقة تاني. في الأوضة الدنيا هادية كأن كل اللي حصل كان كابوس. بص حواليه وهو بينهج، ملقاش حد. السرداب اختفى، الجثث اختفت، حتى الدم مش موجود. الضابط خرج من الشقة وهو مرعوب، ونزل يجري برا العمارة. أول ما وصل الشارع وقف ياخد نفسه. الشارع كان فاضي تماما، مفيش عربيات، مفيش ناس، حتى السما كانت سودة بشكل غريب. وبعدين لمح حاجة، كل شبابيك العمارات حواليه كان واقف فيها ناس ساكتين بيبصوا عليه. وفجأة كلهم ابتسموا في نفس اللحظة، ورنة موبايله اشتغلت. رقم مجهول. رد بإيد بتترعش وسمع صوت الطفلة انت لسه فاكر انك خرجت؟ الضابط وقع منه الموبايل، حاول يقنع نفسه ان ده كابوس، هلوسة، اي حاجة. لكن لما رفع عينيه للشبابيك تاني الناس اختفوا. كل الشقق بقت ضلمة، وفجأة نور عمارة واحدة بس اشتغل، الدور السابع، مع ان العمارة قدامه 6 ادوار بس. الضابط حس ببرودة تمشي في ظهره،
وبعدين سمع صوت الأسانسير. باب العمارة اتفتح لوحده والأسانسير كان مستنيه. النور جواه أحمر خافت، والأرضية أثر رجلين مبلولة الدم. كان يقدر يجري، كان يقدر ما يروحش، بس رجله اتحركت لوحدها للأسانسير. الباب قفل ببطء والزرار رقم 7 كان منور. الأسانسير طلع الأول والتاني والتالت. كل ما يطلع دور كان يسمع أصوات أكتر، عياط أطفال، خبط، صرخات بعيدة، لحد ما وقف عند رقم 7. الباب اتفتح، بس المرة دي ما كانش فيه ممر، كان فيه مدينة كاملة، مدينة ضلمة مهدومة والضباب مغطي كل حاجة. والأغرب كان فيه ناس ماشية ببطء، كلهم وشوشهم شاحبة وعيونهم سودة كأنهم أموات عايشين. الضابط خرج بخوف وفجأة سمع صوت أذان بعيد جدا، لكن الأذان كان غلط، الكلمات متلخبطة والصوت مش بشري. وفجأة الناس كلها وقفت ومشيت وبصت عليه مرة واحدة. الضابط بدأ يرجع لورا، لكن باب الأسانسير اختفى. واحدة من الناس قربت منه، ست عجوزة نص وشها محروق، وقالت له أخيرا جابوا بديل. الضابط سأل بخوف بديل لمين؟ الست ابتسمت وشاورت لورا. الضابط لف ببطء ولقى نفسه نسخة منه واقفة بعيد، لكن جسمها متشوه وعيونها سودة بالكامل. والنسخة التانية قالت أنا استنيتك كتير. وفجأة كل الناس بدأت تجري عليه. الضابط جري بكل قوته وسط المدينة الضلمة، الناس وراه، صوت خطواتهم كان بيزيد وسريع غير طبيعي، وكل ما يبص وراه يلاقيهم أقرب. دخل شارع ضيق بين عمارتين مهدومين وهو بينهج، وفجأة الشارع انتهى بحيطة. اتحبس، لف بسرعة، لقى الناس واقفين عند أول الشارع ساكتين، محدش بيتحرك. وفي النص ما بينهم كانت النسخة التانية منه، ابتسامتها عمالة توسع بشكل مرعب، وقالت كل واحد بيدخل هنا لازم يسيب مكانه حد. الضابط حاول يضرب نار، المسدس ما كانش بيشتغل. النسخة قربت ببطء وقالت فاكر محمود؟ فاكر الناس اللي فوق السقف؟ كلهم حاولوا يهربوا. وفجأة بدأت وشوش الناس تتغير. الضابط شاف البواب والعسكري ومحمود كلهم وسط الزحمة وعينهم سود، وكلهم بيبصوا عليه بحزن مش بغضب، كأنهم عارفين مصيره. النسخة وقفت قدامه مباشرة، ولما رفعت ايديها الضابط حس بجسمه بيتجمد، مش قادر يتحرك، مش قادر يصرخ. وفجأة بدأ يشوف ذكريات مش بتاعته. طفلة صغيرة بتتقتل داخل الشقة، أبوها دبح أمها، حرق المكان، وقفل على البنت في السرداب لحد ما ماتت لوحدها. لكن البنت ما راحتش، فضلت هناك، وكل شخص يدخل المكان كانت تاخده معاه. الضابط دموعه نزلت غصب عنه، والطفلة ظهرت فجأة قدامه، لكن بشكلها المرة دي كان طبيعي، هادية جدا وبنوتة عادية. وقالت أنا كنت لوحدي. وفجأة وشها اتحول تاني للحرق والسواد، وقالت بصوت مرعوب ودلوقتي انت هتقعد مكاني. النسخة التانية منه ابتسمت وبدأت تتحول لشكله الحقيقي. كان الضابط نفسه، لكن أكبر بسنين وجسمه متعفن كأنه محبوس هنا من زمان. وقال لما حد جديد يدخل هتعرف ترتاح. وفجأة المدينة كلها بدأت تختفي، الناس، العمارات، الضباب، كل حاجة اسودت. آخر حاجة الضابط شافها كانت الطفلة وهي بتقفل باب حديد ضخم عليه. وآخر صوت سمعه استنى اللي بعدك. السبب الحقيقي كان إن الطفلة اللي ماتت في السرداب ماتت بطريقة بشعة جدا. أبوها قتل أمها قدامها، وبعدها حبس بنت تحت الأرض أيام من غير أكل ولا نور لحد ما ماتت. الخوف، الوحدة، والكره اللي جواها قبل ما تموت خلى روحها تتعلق بالمكان. السرداب بقى زي سجن بين عالم الأحياء والموتى. أي حد يدخل الشقة أو يقرب من المكان الروح تبدأ تلعب بعقله، يسمع أصوات، يشوف ناس ماتوا، الزمن يتلخبط، يشوف نسخ من نفسه. لكن ليه الناس بتختفي؟ لأن الطفلة كانت عايزة دايما حد يقعد معاها قبل ما تموت. فكل شخص بيدخل الروح تحبسه في العالم اللي خلقته، المدينة الضلمة والدور السابع، ويستبدل بمسخ أو نسخة منه ترجع للعالم الحقيقي أحيانا. أما الضابط هو ما كانش أول واحد، كان فيه ناس قبله كتير اتحبسوا هناك، ولما دخل السرداب وشاف الحقيقة بقى جزء من اللعنة. والنسخة اللي شافها من نفسه دي كانت روحه بعد سنين من الحبس، مستنية ضحية جديدة تاخد مكانها عشان يقدر يرتاح. وفي النهاية لو وصلت لآخر القصة فده معناه انك عديت التجربة معايا لحد الآخر. بس السؤال الحقيقي دلوقتي، انت كنت هتعمل ايه لو حصل معاك نفس اللي حصل في القصة؟ كنت هتهرب ولا كنت هتفتح الباب زي الضابط؟
اكتب رأيك في التعليقات وقول لي اكتر جزء خوفك في القصة كان ايه. وما تنساش تعمل لايك واشترك عشان القصص اللي جاية، لان اللي جاي اخطر بكتير. احنا بلاك سيجنال، واحنا لسه ما خلصناش حكايتنا مع الرعب.